في بس سؤال غريب جدا بيجي مثلا مريض في العياده يقول لك ايه، انا مش عارف سناني مسوسه ليه، انا مش عارف سناني بتسوس ازاي. سؤال بسيط، بتغسل سنانك؟ لا. طب انا ارد اقول لك ايه، يعني انت مثلا مش عارف سنانك بتسوس ليه وانت ما بتغسلش سنانك؟ فانت ما بتعملش صيانه لاسنانك يا جماعه بالعقل. انت لو في حاجه جايبها لو ما عملتلهاش صيانه بتبوظ. كاوتش العربيه لو ما عملتلوش صيانه بيبوظ. الزيت، تيل الفرامل، الحاجات دي، اي حاجه، الاسانسير نفسه لو ما تعملوش صيانه بيبوظ. ليه انت معتقد ان السنان لو ما بتغسلهاش بتستغرب انها بتبوظ؟ ما طبيعي، ما ده حاجه حيه ربنا خالقها، لحم ودم واسنان وبتستهلك وبتستخدم، وبناكل حلويات وبناكل حاجات كتيره قوي، وبيتراكم جير وبيعمل التهابات في اللثه. طب ليه ما بنغسلش اسناننا؟ فما يجيش حد مثلا يبقى عنده مشاكل الدنيا والاخره، انا مستغرب والله اسناني بتسوس ليه، ما طبيعي هتسوس. او مثلا يقول لك اصل انا الغذاء بتاع اسناني مش كويس، اصل انا واخدها وراثه. هو الموضوع مش وراثه، ولا الموضوع مش معتمد على الوراثه اصلا. الموضوع معتمد على النظافه الشخصيه والنظافه الاساسيه في الاسنان. يعني انا ما بتخيلش، بس ده واقع بيحصل، انا مش متخيله رغم اني بشوفه كل يوم، ان ممكن حد يصحى من النوم مثلا ويتشطف وينزل الشغل من غير ما يغسل سنانه. ازاي؟ يعني ده طبيعي، زي ما بنحط مزيل عرق، زي ما بنحط برفيوم، زي اي حاجه اساسيه لازم تتعمل. دي حاجه صحيه للفم، حاجه في جسمك لازم تتنضف. طول ما انت نايم بالليل وكلت ونمت وما غسلتش سنانك، ما هو البكتيريا عايشه في بقك وبتشتغل جامد قوي فتره بالليل، مع تراكم الاكل، مع تراكم الجير. ده انا بتكلم في يوم واحد، مع التخمر اللي بيحصل، مع روائح اللي بتطلع مش كويسه في الصباح، وتلاقي بقى الدم الفاسد و ده من يوم واحد. ما بالك واحد عمره كله طول كل يوم كده؟ يعني ما بالك بقى ده ايه الالتهابات الموجوده او الحاجات اللي بتحصل، ويستغرب سنانه بتسوس ليه. او حد يقول لك انا بغسل سناني كل ما افتكر، او انا بغسل سناني مثلا مره في الاسبوع. لا طبعا الموضوع مش منطقي. انا جالي حالات كتير جدا تبقى اسنانهم بايظه جدا، وخدنا وقت كبير قوي مع بعض في العلاج لحد ما وصلنا لنتيجه حلوه قوي قوي. ما عندوش عاده غسيل السنان، هو نفسه او هي نفسها اتوهمت من جمال السنان بعد ما اتعملت. بعد ما ناخد مثلا 3 4 شهور علاج ونعمل حاجه كويسه، يجي لي بعدها بشهر مثلا اللثه ملتهبه، انا مش عارف هي بايظه ليه. طب انت بتغسل سنانك؟ السؤال كده، لا ما بغسلهاش. طب حرام عليك المجهود اللي اتعمل، حرام عليك الانجاز اللي انت وصلت له. ما هو انت ما تجيش تسالني في حاجه طالما انت مش مهتم بغسيل سنان. انا مش ملزم اجي لحد البيت اغسل لك اسنانك. يعني انا الطبيعي تغسل سنانك، دي حاجه اساسيه. يوم لما انت تكون مهتم بغسيل الاسنان وملتزم في تنظيف الجير وصحه الفم العام ويحصل لك مشكله، ساعتها نتكلم ايه سببها. انما ما عدا ذلك طول ما انت ما بتغسلش ما تسالش على مشاكل. فيا جماعه ضروري غسيل الاسنان، معلش، دي حاجه اساسيه زي الاكل والشرب.